إذا أويت إلى فراشك هانئا والدفء يملؤ بيتك المعمور، فتذكر الشامي يطوي جائعا والثلج غطى بيته المهجور. وأسفاه على طفولة لم تدرك سنينها، وأسفاه على عمر ينقضي عند بداية السطر، على أجساد نحيلة تهرب من دمار ليقذفهم البرد على حافة القبر. أواه يا برد الشتاء تزفهم نحو السماء، تروي انتفاضة طفلة ترنو بعين معاتب والدمع ملء الارتواء. الحدود الأردنية السورية أسر تتقاذفها العواصف حاملة أوتادها المهترئة، هاربة من خيم غزتها الثلوج فرصدناهم هنا كعائلة ابن 10 أعوام محمد. البارح صار عنا عاصفة وغبرة، صارنا هون يومين وتهدمت خيمنا وبيوتنا وما ظل عنا شيء نقعد فيه. جينا هون يومين وما نعرف وين نروح ندبر حالنا. محمد الذي فقد قدرته على القراءة بعد انقطاعه عن الدراسة هو اليوم عامل في الحقول، يحمل بيمناه معولا يطعم أخا ووالده، غير أن الوضع لم يقف عند ذلك. يشتغل معنا بالبندور، احنا العمال بالأراضي، يعيننا مرات شوي يشتغلوا كم ساعة بالنهار، يحاول ينتحر، قال أنا ما جيت لي لا أشتغل. ليش حاولت تنتحر؟ من الأوضاع تعب كل النهار تعب. للقساوة سقف، للخيال منطق وحد، أما أن يتعلق طفل 10 بحبل الهلاك فالموت هنا سيان مع الحياة. مؤسسة نايتشر ميدل إيست كشفت عن تفاصيل مرعبة. 41% من أطفال مخيمات اللجوء السورية حاولوا شنق أنفسهم. بعد ما صار الأحداث جينا لهون ويا ريت نرجع نعيش مثل ما كنا. يعني بعض مرات العشاء ما نتعشى كثير، يعني العشاء ما نتعشى وغطاء، يعني كثير ما نتدفى. ننطر رحمة رب العالمين. ايش بدي يصير بآخرتنا ما بعرف، الله عليم، يجوز نموت يجوز، والله ما بعرف، الله عليم. انتهت قصة محمد ورفاقه، عاهدناه بعودة الإمارات لنجدته فلم تسمعنا رعشة تلك الشفاه عهده بترك حبال الموت، فإرادة الجسد النحيل هذا هوت بعد الشتاء الرابع بين مخيمات اللجوء. نم يا بني على الحجر، فلسوف تلتقط الصور، ستكون في شاشاتنا خبرا وما أقسى الخبر. نم في رعاية خالق يجري تصاريف القدر. قاسية هي الحياة التي تسرق أطهر الأشياء منا. هنا تدفن الأزهار لتنمو في الجنة. طفل الرابعة وربما لم يتجاوزها يتناقل الناس حديثه قبل أن يفارق الحياة، يقول: سأخبر الله بكل شيء فعلتموه بي. وآخر يشدو: أتدري كيف قابلني الشتاء وكيف يكون فيه الابتلاء، وكيف البرد يفعل بالحنايا إذا اصطكت وجاوبها الفضاء. فإن حل الشتاء فدفئوني أو ادفنوني فإنهما سواء. أحمد اليماحي، قناة أبو ظبي، من الحدود الأردنية السورية، الأردن.